لو رايحين دهب تعالى اقول لكم تعملوا ايه هناك. دي ترشيحات لاجمد الخروجات في دهب الجزء الاول، وتجربتي في اليوم ده عن طريق شركه اسمها سفاري. واول مكان رحته كان الثري بول، ده من اشهر الاماكن الموجوده في دهب، وبيكون فيه قعدات خاص كده كتير منك للبحر، هتلاقوا مشاريب واكل باسعار معقوله. ده غيره من الاماكن المهمه جدا في الدايفنج. سنوركلينج هناك ممتع جدا. المهم ان انا قررت اعيش تجربه مختلفه جدا، ولاني من عشاق البيتش باجي، واول حاجه بنعملها ان احنا بناخد التعليمات وبنبدا نتحرك، بس المهم يكون سايبين مسافه بيننا وبين اللي قدامنا. والبيتش باجي هتلاقوا منه سنجل ودبل، ياخدنا بقى لحد منطقه وادي جني، واللي ما يعرفهاش بقى هي منطقه كده وسط الجبل وحواليها نخل وخضره، وبيكون في كمان قعدات لطيفه كده ممكن تقعدوا فيها، وممكن تستمتعوا بالشاي البدوي اللذيذ كده وانتوا قاعدين، وبيبقى تكلفته 20 جنيه. وهتلاقوا كمان حاجات هاند ميد كتيره موجوده بتتباع. نيجي بقى للمغامره الاهم وهي تسلق الجبل، وبيكون في حبل كده عشان يقدر يساعدنا، وبعدها بقى بنبدا نرجع في الطريق بتاعنا. عايز اقول لكم ان طول الطريق بيبقى فيه جبال وبحر، فحقيقي الفيو ممتع جدا طول ما انت ماشي. ورجعت لمنطقه الثري بولز وكان في مرجيحه لطيفه كده، وممكن تجربوا سواء جمال او خيل على البحر، استمتعوا بالفيو الرهيب ده. حقيقي كمان هتطلعوا باحلى صور ممكن تاخدوها في المكان. وصلت اخيرا للفندق اللي هقعد فيه اسمه بلاك برنس، وده موجود في الممشى على طريق اللاجونه. هتحس ان انت كده دخلت اليونان، والروم كانت واسعه وفيها تكييف وفيها كمان حمام برايفت. وحقيقي كنت تعبان جدا فكان لازم ارتاح اليوم ده. نيجي للمكان من بره بقى، فهتلاقوا حمام سباحه لذيذ وقعدات باضاءات حلوه قوي خصوصا بالليل على البحر، وفيها كمان مراجيح وقعدات تانية عربي لذيذه جدا. اعملوا سيف للفيديو واستنوني في الخروجه جايه من خروجات دهب.